تعالي لما اقولك ازاي تحوشي بطريقة ذكية وعبقرية وفكرة حصرية لأول مرة على يوتيوب. كمان هقولك ازاي تحوشي في البيت من غير ما تهدري فلوسك خالص. ولو انتي ما بتعرفيش تحوشي هقولك على فكرة حلوة قوي قوي انا ماشية عليها من سنين بجد. انتي لو شفتي الفيديو ده معايا من بداية للنهاية تطلعي مستفادة من كل حاجة انا بقولها لك. معلش الفيديو ده هيطول شوية لكن بجد هتطلعي منه مستفادة من أول كلمة فيه لحد آخر حاجة فيه. بجد انتي هتقدري تحوشي بطريقة سليمة وذكية جدا جدا كمان. فمعلش كده بقى هتجيبي كوباية كده قهوة وتبدأي تتابعي معايا الفيديو. ولو انتي بتنسي ومتتذكريش هتجيبي كده كراسة وقلم وتكتبي ورايا الخطوات اللي انا هقولك عليها دي. تعالوا ما اقول لكم على الخطوات المهمه جدا جدا عشان نحوش بطريقه تكون ذكيه وصحيحه جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان الفكره دي حصريه لاول مره على اليوتيوب. اتبعوا ورايا الخطوات زي ما انا بقول لكم كده وامشوا عليها بجد. هتستفادوا جدا جدا بكل كلمه انا بقولها لكم، كل خطوه انا بقولها لكم في الفيديو. بجد المهم ده حلو قوي قوي. لو انت بتعرفيش تحوشي هتحوشي بعد ما تشوفي الفيديو ده. بصوا بقى، انا عشان ما اطولش عليكم عملت كل حاجه الخطوات المهمه جدا عشان ما اطولش عليكم الفيديو يبقى اطول من كده كمان. تمام كده. ولو في اي حاجه مش هتبقى واضحه ليكم في الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت. تمام كده تمام. طب ايه هي الخطوات اللي احنا هنمشي عليها عشان نحوش بشكل يكون صحيح ويكون بشكل يكون عبقري جدا جدا؟ بص بقى، اول حاجة في الخطوات اللي احنا هنعملها عشان نحوش في البيت اننا هنحط قدامنا هدف. طب ازاي هعمل قدامي هدف؟ يعني انتي شوفي انتي نفسك تجيبي ايه في البيت، نفسك ايه تجيبيه جديد في البيت. وليكن مثلا انتي نفسك تجيبي شاشة، وليكن غسالة، وليكن هنقول ان انتي نفسك تجيبي سجاد. تمام كده خلاص، يبقى احنا حطينا قدامنا هدف عشان نقدر نحوش علشانه. تمام كده. الحاجة التانية في الخطوة الاولى، احنا قلنا خلاص الهدف اللي قدامنا اللي احنا نفسنا نجيبه هو اننا عايزين سجاد. تمام كده. طب السجاد ده بقيمة قد ايه؟ وليكن ان السجاد اللي احنا عايزين نجيبه ده بقيمة 3000 جنيه. بقيمة كام؟ 3000 جنيه. تمام كده. الخطوة بقى التالتة اللي في الخطوة الأولى، تمام كده، هنحدد المدة اللي احنا عايزين نجيب فيها السجاد. وليكن والله احنا محتاجين نجيب السجاد ده بعد 3 شهور. تمام، 3 شهور. يبقى احنا بنحدد أول حاجة كده الهدف اللي احنا نفسنا فيه ونفسنا نشتريه. تمام كده عشان نقدر نحول. بنحدد بعد كده كمان المبلغ اللي احنا محتاجينه علشان نشتري المنتج اللي احنا نفسنا فيه. تمام كده تمام. الحاجة التالتة كمان في الخطوة الأولى إننا نحدد المدة اللي إحنا عاوزين نشتري بعدها المنتج اللي إحنا نفسنا فيه. يبقى 3 حاجات إحنا بنمشي عليهم. يبقى الهدف، كمان المبلغ، كمان تالت حاجة عندنا هي المدة. تمام كده خلاص حددت ال3 خطوات دول. تمام كده. هنبدأ نعمل إيه بقى؟ هنرسم جدول. إحنا قلنا إحنا عايزين نجيب السجاد بعد 3 شهور. ده الحاجة يعني، وليكن السجاد إحنا محتاجينه بعد 3 شهور. خلاص يبقى 3 شهور ده بقيمة كام؟ 90 يوم أو 93 يوم. هنخلي هنا، هنيجي هنا بقى في كراسة أو أي ورقة. تمام كده المتوفر عندك تقدري تستخدميه عادي. هنبدأ نعمل هنا، نجيب قلم وهنجيب مسطرة وهنجيب كراسة فاضية عندنا أو كراسة قديمة أو أي ورقة قديمة عشان نبقى متذكرين. وهنرسم فيها جدول بعدد ال3 شهور اللي هما 93 يوم. 93 يوم عدد ال3 شهور. ممكن ينقصوا وممكن يبقى زي ما هما 93 وممكن يزيدوا الأيام في ال3 شهور دي. انت بتحسبي هتبدأي من الشهر ايه وهتشوفي الشهر ده عامل فيه كام يوم والشهر اللي بعده كام يوم والشهر اللي بعده كام يوم. تمام كده خلاص عرفنا عدد الأيام اللي في الشهور اللي احنا هنحوش فيها. تمام كده خلاص بنبدأ نجيب القلم والمسطرة بتاعتنا وهنرسم جدول فيه عدد ايام الشهور اللي احنا هنحوش فيها. تمام كده الفكرة واضحة ليكم اهو. انا بحاول على قد ما اقدر اوريكم او اوضح لكم كل حاجة عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامكم كده. تمام كده. دي كده خلاص الجدول اللي فيه عدد ايام الشهور اللي احنا هنحوش فيها. تمام كده يبقى كده تمام. خلاص حددنا الجدول ورسمنا عدد الايام اللي احنا هنحوش فيها. تمام. قبل ما ترسمي بقى الجدول، قبل ما ترسمي الجدول بعدد ايام الشهور اللي انتي هتحوشي فيها، تمام كده هتعملي ايه؟ الخطوه اللي بعد كده ايه؟ المبلغ اللي احنا حددناه للمنتج اللي احنا عاوزينه اللي هو قلنا عليه ايه؟ هو 3000 جنيه. انت بقى الحاجه اللي انت هتجيبيها اغلى من كده بتبداي تكتبي المبلغ. احنا هنا كتبنا المبلغ اللي هو ال 3000 جنيه على عدد 3 شهور اللي احنا حددناهم برضو. تمام. طلع لنا هنا 32 جنيه وربع. تمام. طلع معانا كام؟ 32 جنيه وربع.
طب يا أميرة أنا ما أقدرش أحوش يوميا 32 جنيه وربع، أعمل إيه؟ بصي أنت هتبدأي تجيبي المبلغ اللي أنت نفسك تجيبي بيه المنتج وهتقسميه وليكن بقى على 4 شهور، عدد ال4 شهور، تمام كده. شوفي الناتج هيطلع معاكي ايه. الناتج برضك ما نسيبكيش انك تحوشي، تبدأي تزودي برضك مدة الشهور. المبلغ اللي هو 3000 جنيه على 5 شهور، شوفي برضك هيناسبك ولا لا. ما نسيبكيش هتزودي برضك ال5 شهور دول يبقى 6 شهور، تمام كده. خلاص ناسبك ال3 شهور، تمام. هتبدأي تحوشي. خلاص المبلغ احنا قلنا 3000 جنيه على 93 يوم، طلع معانا الناتج 32 جنيه وربع، تمام كده. تمام، كل حاجة واضحة ليكم؟ لو في حاجة مش واضحة ليكم برضك عرفوني. بس انا والله العظيم يعني كل حاجة انا موضحاها بكل تفاصيلها، يعني مفيش حاجة رايحة مني. فلو في حاجة انتوا محتاجينها زيادة عن كده عرفوني برضك وانا هرد عليكم. خلاص احنا هنا خلاص بعد خلاص ما قسمنا المبلغ اللي معانا وعملنا الجدول اللي هو عدد الايام اللي احنا هنحوش فيها. هنيجي هنا على اليوم الاولاني، تمام كده، ونعمل عليه علامة صح بعد ما حطينا المبلغ في الحصالة. كل يوم تحطي في الحصالة المبلغ هتبدأي تعملي علامة صح. علامة الصح دي هتذكرك انت حطيتي في اليوم ده ولا لا، لو انت بتنسي كتير، تمام كده. تعالوا اقول لكم ازاي تحوشوا بقى من غير ما تهدروا فلوسكم. كتير مننا بيقع في الغلطة دي، بيهدر فلوسه بطريقة غير طبيعية. تابعوا الفيديو بجد هتبقوا مستفيدين. الخطوة التانية اللي احنا بنعملها واحنا بنحوش اننا بنهدر فلوسنا واحنا بنحوش. طب ازاي احنا بنهدر فلوسنا واحنا بنحوش؟ هو اننا بنجيب حصالات كل شوية عشان نحوش فيها. فممكن انت ما يكونش حوشتي مبلغ يستاهل انك تفتحي عشان حصالة. طبعا كلنا عارفين ان الحصالات غالية جدا جدا. فايه الحل اللي احنا هنستبدله عشان نحوش من غير ما نهدر فلوسنا؟ ايه هو الحل؟ الحل انك هتجيبي اي برطمان بلاستيك عندك باي حجم مناسب ليكي في التحويش، تمام كده. هتجيبي اي برطمان بلاستيك عندك. عايزه اقول لكم انا بستخدم الفكره دي بقالي اكتر من 3 سنين وعملي جدا جدا في التحويش، تمام. يبقى وداعا لاي حصال ابدا بالمبالغ اللي احنا بنسمع عنها اليومين دول. هتجيبي اي برطمان بلاستيك عندك بالشكل ده، ما انتش هتهدري فلوسك وانت بتحوشي. بصي هتجيبي اي برطمان باي حجم عندك بلاستيك، تمام كده، تمام. هتبداي تجيبي سكينه سخنه، سكينه سخنه، وهتفتحي الغطا بتاع البرطمان عندك بالحجم يعني عشان تقدري تدخلي الفلوس. هتشوفي انهي حجم فتحه هتناسبك، تمام كده. بعد كده هتجيبي لزق، هتجيبي اي لزق كهرباء، اي لزق اللي هو بتاع الفلوس كده، وهتبداي تبسطري الغطا بالبرطمان، تمام كده، عشان يبقى مقفول معاكي. كل ما هتحتاجي تفتحي الحصاله وتاخدي منها فلوس هتشيلي اللزق، هيشال معاكي بكل سهوله. خلاص عملتي فتحه في غطا البرطمان، وهنا لزقتي الغطا مع البرطمان باللزق، تمام. تمام جدا. تبداي تجيبي اي شراب قديم عندك وهتلبسيه للبرطمان بالشكل اللي انت شايفاه كده عشان يغطي البرطمان وانت بتحوشي. طب ما عندكيش اي شراب قديم، تعملي ايه؟ اي بقى لزقه عندك، هتبداي تلزقي البرطمان من فوق لتحت عشان يبقى متغطي معاكي بشكل ما يكونش واضح منه اي حاجه، تمام كده. اي لزق، اي شراب قديم، اي قماشه قديمه تقدري تحطيه على البرطمان وتلزقيه. انا زي ما قلت لكم انا عامله هنا شراب قديم على البرطمان مغطي لي البرطمان بتاعي، تمام كده. وتبداي بقى المبلغ اللي انت هتحوشيه بتحطيه في قلب الحصاله بتاعتك اللي انت عملتيها في البيت، وداعا بقى لاي حصاله لانها بتهدر فلوسنا. الحاجة التالتة بقى، لو انتي ما بتعرفيش تحوشي في البيت، ولو انتي حطيتي بس مبلغ بسيط واحتجتي اي حاجة تجيبيها في البيت، تقومي فاتحة الحصالة مخصوص عشانها وما بتعرفيش تحوشي بقى، الحيلة دي عايزة اقول لكم والله اني ماشية عليها اكتر من 8 سنين ومعتمدة عليها جدا جدا وبحاولش ان انا اغيرها. بصي بقى، مادام انتي ما بتعرفيش تحوشي هتبدأي تعملي جمعية، تمام. هتبدأي تعملي جمعية. بصي بقى، ما تعمليش بقى جمعيه مع حد ما يكونش مضمون. اول حاجه قبل ما تعملي الجمعيه تدوري على حد يكون مضمون، تسالي على حد مضمون تعملي معاه الجمعيه، تمام كده. خلاص لقيتي حد مضمون تعملي معاه الجمعيه، تبداي بقى تشوفي مبلغ الجمعيه مثلا وليكن الفرد ب 500 جنيه في 10 افراد، يعني هتاخدي 5000 جنيه، 5000 جنيه، تمام كده، تمام. مبلغ الجمعيه دي نسبتك هتخشي فيها، مش مناسباكي هتخشي في اصغر منها، لا عايزه مبلغ اكبر من كده تبداي تخشي. بعد بقى خلاص معرفتي في الجمعية، خلاص دخلتي مع حد امين، تمام. خلاص عرفتي المبلغ اللي انت هتخشي بيه وعدد الافراد ايه، تمام. تبدأي بعد كده تتفقي مع صاحبة الجمعية هنا دورك هيبقى كام، تمام. جيتي خلاص واتفقتي على المبلغ اللي انت هتدفعيه كل شهر وهتاخدي انت الفرد كام ويبقى مبلغ الجمعية كام. خلاص مشيتي على كل ده بشكل كويس وحلو، تمام. تبدأي هنا تروحي البيت، تمام.
وهتبداي تجيبي كراسه وتكتبي اسم الشخص اللي انت هتعملي معاه الجمعيه، اسم الشخص اللي انت هتعملي معاه الجمعيه. بعد كده هتكتبي عدد افراد اللي هي بتاعه الجمعيه في المبلغ كذا، وانت هتقبضي امتى، وهتكتبي انت هتقبضي الفرد الكام. تمام، هتكتبي انك هتقبضي الفرد الكام. خلاص كتبتي الخطوات دي، تبداي بعد كده تكتبي عدد الشهور. شوفوا انت بقى هتبداي الجمعيه من شهر كام، هتبداي الجمعيه من شهر كام وهتنتهي في شهر كام. وكل شهر انت هتدفعيه تعملي علامه صح عند كل شهر عشان تبقي متذكره انت دفعتي امتى، وهتكتبي قصاد الشهر باليوم بتاعك. تمام كده. ده لو انت ما بتعرفيش تحوشي في البيت، اضمن حاجه ما حد مضمون هي الجمعيه. بجد اعتمدي عليها لو انت ما بتعرفيش تحوشي. كل اللي نفسك فيه باذن الله تقدري تجيبيه وتعمليه، سواء بالتحويش سواء انك تعملي جمعيه. الطريقتين مضمونين وحلوين جدا جدا. اهم حاجه انك تدخري مبلغ وتجيبي كل اللي نفسك فيه، وما تخليش نفسك ولا بيتك محتاج لاي حاجه. اتمنى ان اكون فدتك باي حاجه لو بسيطه في الفيديو ده. فلو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير عشان كتير يستفيد، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.